أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، رمضان أوشك على الرحيل، وهذه آخر جمعة من رمضان، ولم يبق منه إلا أياما معدودة. الجمعة يثمى الجمعة تنقف من رمضان، وقيمنا الشراء والسنكان قال خير لهنا إن شاء الله. ولكن لنا وقفة مع آيات بينات بخصوص رحيل رمضان، وقفة مع قوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. رمضان يثمى، رمضان حق للعبد أن يعمل له ويجتهد ويكد حتى ينال رضا الله عز وجل. لنعد 7 قرمطان من صيام وصلاة وتهجد وقيام وصدقة وبما فيها من الأعمال الصالحات، يوكن كان ضيا وتيثما أذي صردون ربي سبحانه وتعالى، يوكن كان يقبل ربي في اللاس، يوكن كان ينال محبة الله عز وجل. فما يلغي صوت العبد يويد مرة ما كانش تايا أمس عديس الربحيس. ولكن السؤال المطروح ذا يدي وين غد سقسيتي من النار: هل يا ترى بعد رمضان نكون من الفائزين أو من الخاسرين؟ هل يا ترى بعد رمضان تقبل الله منا ما أودعنا فيه من الأعمال الصالحات؟ وين يدي وين أنسقسي: هل يا ترى بعد رمضان تقبل الله منا صيامنا؟ هل تقبل الله منا صدقاتنا؟ هل تقبل الله فيه ما أودعنا فيه من الأعمال الصالحات؟ وين يدي وين نحرص في الناس. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا أشد حرص لقبول العمل من العمل. سبحان الله. إن يحرص مليح يوكن يقبل ربي في الأول أكثر إن راه تحرصوا فوين راه تخدم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: فمن منا المقبول فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه، فيا أيها المقبول هنيئا لك، ويا أيها المردود جبر الله مصيبتك. من هم الوين يقبل ربي في اللسف الهنية، من هو الوين لا
ورد ضرر ربي فلاس أثناء الزير. ولهذا غيثنا في رحيل رمضان إلى نقف مع هذه الآيات البينات التي تبين ربي سبحانه وتعالى بعض علامات المؤمنين وبعض صفات أهل الإيمان أمشي اللي مزورة يتسقف ربي، أمشي من دي وصف ربي سبحانه وتعالى الجواليس. فغنى ربي سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا. اهضر الصحابة غادي يرضوا ربي في الناس ويشني دي تبع مزد في رسل بإحسان. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نحبسك الآية غيثنا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذي العبادة إلا خدمن الخدمات ولو نسن غادي تطرطق وقلوبهم وجلة. من هو يتسقفنا ربي لكن يتسقفنا ربي وين يخدم ثيوها ويحق عليه نهضر في الأسر وين يخدم ثيوها يتسقف ربي أمشي ردي بل ياري فصل ربي يوم القيامة وين يقلن ياري بردان وين يخدمن يار الفعايل نكنيك المفهومنا دوين يتسقفنا ربي. أكن يفهم عائشة رضي الله عنها أكن يثنوا عائشة رضي الله ربي في الناس سقسى النبي تزريف ربي رضي السلامي في الناس تنيس يا رسول الله ويش من إلا خدمن الفعايل وتسقفنا ربي. من وثن يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون ويكي كان يديوين هذيك ربي يمكن يدوين نفهم وهو مفهوم خاطئ. تنايس يا رسول الله ما إلا ربي يبغى يقصد الآية ويكي ما إلا نسم الخمر تسقفن ثواغيث نسنمشي هذا الملقى ربي ناخذ ويكي يتسكرن تسقفن ثواغيث نسنمشي هذا الملقى ربي ناخذ ويكي يخدمن الفواحش تسقفن مشي هذا الملقى ربي ناخذ ويكي غيلان خدمن يرد فعايل قرمطان نغلى ربما ينتهكون حرمات الله لربما تسن رمطان وقس على ذلك. هل دويكي يقصد ربي بالآية الناس النبي عليه الصلاة والسلام شوف ثيثما حسم مليح في الدم مزغن قال لا يا ابنة الصديق لا يا ابنة الصديق إنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. سبحان الله. ذي العباد المؤمنين حقانيين إلا أرض من النار لم كان نسنق الجنات إلا أرنيك صغرر العمل نسن مهما خدمان أكل يديوي ما يجمع. ذي العباد لا تزمون العباد لا تظلم العباد لا تصدقهم وقس على ذلك. العباد لا نخدمون الخير العباد لا نتحجون العباد لا نتعتمرون العباد ما أودع فيه من الأعمال الصالحات ومع ذلك صفت له وسن بغى نضطر تقض تقادر شو تقادر يمكن ما كايني وين ما راستيني تقدر ربي ما كايني ذا شو راه تقدر واتسالي خصو في القلم
وتالي خصو في القرمل وتشرغ نعم، ولكن لا يمكن الحاجة من قصنا تسجدن ورقبل راه ربي فلاسا تسجدن داس اليوم في القيامة هذا فن أين مدوان ذي سند الأعمال اجعل رب العالمين هباء منثورا وقدموا إلى عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أين دوين مرة بالأعمال الصالحات بالحسنات يهودي ربي من رثم وغبار وإعداد وبث بحرية ورسالة من فوق الميزان. ولهذا المؤمن يسمع مشي ديوي غادي يلي المؤمن إلى قضية سنخ الصفات الذي الدو وذي يزني من سنخ الصفات صفة الإحسان والخشية صفة أنه يحسن أذي خدم إلى قضي خدم هذه الزال إلى قضي الزال ما إلا غرز ولا وين شيء آخر. نعم بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بمعنى غيثما أنه العبادين المؤمنين هي حقانيين العبادين لن خدمن ومع ذلك مرسكين لها قرنس آواه بلك هدو رقبي لربي فلانا أندي علمك بلك قبلي ربي الصياميون خاطر أندي علمك ميلا يقبلي ربي التصليتون خاطر أندي علمك ميلا يقبلي ربي الصدقين خاطر أندي علمك ميلا يقبلي ربي الأعمالين الصالحان خاطر. دا شو يسن دي تسوي ما كانش تاير يتسوي يسن أنه غيني يخدم من الأعمال الصالحة سهول لا يغترون بأعمالهم الصالحة أكم يديوين المؤمن وتجارة غادي عدي فلا كيما رمضان وسطينتي كي داين زولغ تراويح قيمة الليل زولغ تهجد زمر صدقاء زولغ ودي فكر رمضان وسطينتي كي داين لحظة الدرجة عليين وما خلاص أجت الجوامع السفنين الاوليت اللي تحرص في لاس رمضان خلاص اتقطعت الحق تمشي غير من العبادين بورا مسحتني غير في ليت رمضان تقرات ما شاء الله اي اللي قرات تختم 30 بردان 40 بردان 50 بردان ثورة غير عبد رمضان اي ربي غا كاميرا خديتك على باشا كيا اثر توفيق من الله ومن بعد عبد رمضان اي ربي ما الى في الزمطيون وسكا اثر توفيق من الله ايوا شفت شكون ثاني غير خدم رمضان لا نشوف كان يدير المدير المؤمن لكن القارص دير الخير ورمي البحر إصحاب ما يثنى مسلايا أخدم الخير ثير طال البحر أخدم الخير تسوى الطف سوى غير يخدم ضد الخير وتسكاليات في الناس أكم يخدم الصحابة المؤمنين وكيدي توسانس في رسل. ولهذا مستبعد ربي في الناس الآية لشو دينا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك ومن بعد استفير باش يخدم ربي وقيلوا ثقبي طارا هذه غادي يخدم الخير أكثر
ماشي غير فوق رمضان نرنو غاس نقص الخير وديرنو غادي يزيد الخير اكثر. اولئك يسارعون في الخيرات، بالك الصدقه اللي غوسي قبل ربي غادي غادي يخدم اكثر. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولهذا قرد ابن القيم في رحم ربي وهي العالم من العلماء الربانيين إلا اللي في صار بالعالمين كرام مسلايين ذي مسلايين الأنبياء قريبا ضوطني مسلايين الأنبياء إتقام العلماء. قال ابن القيم في رحمه ربي إن الله إذا أراد بعبد خيرا إنيك ربي ميلا نبغى قل عبدس الخير شو راس يخدم سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه. أسيك تسقوليس الأعمال اللي لا لكن يخدم في الخير أنت سهو وأنت دي اسمك ثيرا. سلب من قلبه رؤية أعماله الحسنة والإخبار بها من لسانه ورنت حكرا سيسيس أنت سهو وأنت سهو قوليس قلسيس ماشي وين غنسي قارن خدمو صدقو وذي يحضر سيسيس وهي من محبطات الأعمال كما لدى الحق أغرس بعد قليل. فقال رحمه الله وشغله برؤية ذنبه فلا يزال نصب عينيه حتى يدخله الجنة. أي خدم دخيلة تسهو واش راه شغلي مانيس أتشغل رب العالمين الذنوب ينس أجد اسمك ثيلا قال الذنوب ينس خذ مغثى وذي الطمع ربي وذي الطلب ربي العفو وذي خدم الخير. إن الحسنات يذهبن السيئات إن يكون تتبع ربي مكة حاشا ما يرث ربي الجنة. ولهذا قال ابن أبي رواد رحمه الله أدركت السلف من الصحابة ويكن يديو ساست في رسل مشي تعيشن أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. إنك الحق غفلت الصحابة الكبار التابعين اجتهدوا لرمضان اجتهدوا للأعمال الصالحة ولكن ما إلا خدم يتغليت فلاس مليون الهم انشتلاف ذا شو هل يا ترى نقبل ربي فلاسنا خاطئ صنعت صبتيما صنعت صبط تزلط وتزمط وجدت ملك الفال وجدت ملك اللاز وتصدقط وتخدمط وما عطت بلاقات رب العالمين نقولاش ماشي الخساره غيفنا ماشي الخساره تنقرض ماشي العتابي لن يروح يعني هباء منثورا العتابي لن يروح سودا. ولهذا ما كان يدير غادي المؤمن العبد لنا يخدم أذي اجتهد ثم بعد ذلك أذي يطلب ربي القبول يسأل الله عز وجل القبول. ولهذا غيثما فدايوث من الخصلة غير نديريت من الخصال المحبطة للأعمال ذو الخصلة ذو الصفة وريت حبار ربي إلا الصغرى يزيس ربي يتهدو ربي يزيس الفعايل لأعمال العباد ألا وهو الرياء. ذي العبد راه يخدمن وذي يخدم ماشي ربي هذا يخدم العباد هذه الطريقة العباد ما الطريقين ضروري. والرياء شو معناتها الرياء هو أن تطلب بعملك ثناء الناس ومدحهم أتخدم الخدمة وتصاصت لعيبة كان قديمين تخدمتين الهان شي رجل إلا تلغيت أين تخدمت تلغيت أعطيك الصحة أشي بارك ربي واش تغرف نفسيتي واش يعجبك نشني ما عاد تهضرت استقاتي كي خدمنا قالوا كان ماشي لينكير لينكي خدمان لينكي غيلان لينكي غيلان كا لو كان ماشي لينكير تهضوط أين تخدمت سيفاسنيش. وشوف يثما سبحان الله أنسلت يوث إيون الحديث السخدع
يون الحديث لا الزلزل الأول يون الحديث يثمغ السلسل يعني سبحان الله. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. إنك يمزور غير ذي نتشعر زي ثمس ثلاثة العباد، من بينهم رجل استشهد في أرض المعركة، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول ماذا فعلت؟ فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. فيقول كذبت، قتلت ليقال عنك جريء وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ليون ورقزر ذيلين يموت في أرض المعركة، استشهد في أرض المعركة. أثدي وين ربي يوم القيامة أسيني شو تخدمت؟ فيعرفه نعمه، أسدي ورين ربي أسدي اسمكتي من نعم، إهدي نعم ربي ذاك الدنيا وأنت السن وأنت اسمكتي. وسني ذا شو تخدمت؟ أسني يا ربي استشهد في سبيلك، أسني تسكتبط ذلك كان بيت الله. وإنما قاتلت ماشي في سبيل الله، قاتلت ليقال عنك أنك جريء. ثم غض يوكل سنين ويغيش الشجاع ويزيغ الفرقاز. وقد قيل من بعد ما يموت هذا في الناس العباد، فيؤمر به ويسحب على وجهه في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال عالم وليقال قارئ. ذي العبدين لن يقرأ إغراء ليسونس ماستر دكتوراه مفتي قاضي القضاة علامة سماحة الوالد. إنما الأعمال بالنيات. ليقال كل ذلك إقرأ وشو إقرأ كان حتى يشار إليه بالبناء باش كان قارن ذوينا خاطئة. ربي قاعد من سولا وانت ذويني العالم لا خاطئة، ذويني قرأ الدكتور العلامة الفلاني. ورجل قرأ القرآن ليقال قارئ، يقرأ 60 حزب، يختم 30 بردان، يختم 30 بردان رمضان، تتصرف بالشكر الله قال القرآن. إنما الأعمال بالنيات. فيؤتى به يوم القيامة فيقول ماذا فعلت؟ فيقول يا رب تعلمت العلم من أجلك وقرأت القرآن. فيقول كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله وأوسع عليه من المال، يونف كيس ضربي نس وسع ضربي في الناس بالشينس، فجعل ينفق يتهون يتصدق. فيقال له يوم القيامة بعد أن عرفه نعمه ماذا فعلت؟ فيقول يا رب ما تركت مجالا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت عليه. فيقال كذبت، كذبت ذلك كذب في الليل، تصدقت ليقال جواد. بعد هذا يتناقش جمع التبرعات لفائدة الجمعية الدينية مسجد قرية مجموبل بلدية دراع الكايد، والله لا يضيع أجر المحسنين. السيد الكاذب في الليل صدقت باش كظهر في الليل مدري ذي العبدين اللي يتهوي، ذي العبدين اللي يتصدق من هو وين نلقى دينا المائدة رمضان دينا، وين تصدق لك دينا. وقد قيل هضرت لاش مدري يقعد من ربي يقعد من سنة ولا نلقى ربي. شو بتسروز المرة كان شتى الرياء لأنه وريخ لماذا يوضم ربي لا يغيث من يديوي من حضرتي من هنا. يقال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا
أشد من حرصي على نيتي. نيكولاش الحاجة ميلا تسنغ غير الصباح العشاء واش تمنيين قرا سوق ولا تخدم الحاجة هل خدم اختي ربي ولا خاطي ما إلا خدم اختي ربي أذكم الغبري ما إلا نزوري خدم اختي العباد وتعتي بغريماني فكان إلا نسالف أيتما أن يرحم ربي. ولهذا قال رب العالمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من علامة قبول العمل ومن علامة أهل الإيمان أن يستزيدوا في العمل الصالح بعد العمل الصالح وأن لا ينقطعوا على ذلك. العلامة غيثما يدي تبين الصفة للمؤمنين والعلامة يدي تبين القبول ذا شوت هو أنه العبد وريح بسالة في العمل الصالح لا ينقطع عن العمل الصالح. سيقرا كان يفوك رمضان خلاص يدي ولا غنيلي رمضانيين وإنما نريد أن ندير ربانيين. فرب رمضان هو رب الشهور والأزمان. وين رسزلتك إن رمضان وين رسزلت بالشوال وين رسزلت بالشهوريتي ماشي يفوك رمضان خلاص يفوك الصيام يفوك الصلاة يفوك القيام يفوك الأعمال الصالحة. من بعد رمضان نلا نجبر ديما نلا قويل ندير بعد رمضان نقدر نسرح ونقلع العوايد المغيلة العوايد ديريفت لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحبس العمل ولو أن يكون قليلا غسلوا كناديل الدروس أحبس. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة يفدغ رسيح تمطوث فسألها عنها اسقستني اسمي وتسير فقالت فلانة فذكرت من صلاتها ثنيس الفلانية تبدو تشكريتي تتصلى ما شاء الله خير الله تقيم الليل إلى آخره يعني تشكريتي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة قال ما شعب ما كان مرضي لي ونخدم الحاجة وما عرفتي شو معنى كلمة يتبين دوم سلايس الفيرس النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليكم ما تطيقون ماشي هذا الدواء العبارة الكفران العمل الصالح شي دواء الكفران العمل الصالح لأنه أكنشتغيت ما قد يدخل الشيطان هو باب من أبواب دخول الشيطان إليه من الكتاب لابن القيم الجوزية ترحم ربيه اسمه تبليس إبليس يتبين ذي في بورا يكتشف الشيطان العبد كل يولي ولا غادي قلا نقطة ضعف ينس أندر لي لم بواد فبلينس واش داك الشيء مكتوب ورا الناس فيحرضه على كثرة الصلاة والقيام والأعمال الصالحة وفي بوسير يوكل أديك الماكسيموم مستحيل يثمن تصلح تاع القمة أثقشوشت وتقيم تدين أكنا خاطر يثم مستحيل أديس واش كانت تصلح قطة تبدا تتسطرت شو اللي بغا الشيطان أكي فورسي هو ماكسيموم عاد هتشوطيت وتفضلت النبي لله خاطر إن ليس عليكم ما تطيقون أخدمين الزمرات فوالله لا يمل الله حتى تملوا ربي لا يمل من عبادتكم حتى تملوا لا يمل حتى تملوا. ولهذا غيثما بعد شهر رمضان
أتكمل هكا 1 دقيقة باختصار، أن الإنسان غادي يطلب ربي بكثرة القبول، يسأل الله عز وجل القبول، ويدعو الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام والصلاة وسائر الأعمال الصالحة، ويختم بعد ذلك بالاستغفار. يكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار، فما أوتي بعد طاعة أكثر من أن يلزم الإنسان من الاستغفار. الاستغفار يفنى يتسليد بعد المعصية، يوكنا سعفو ربي الذنب اللي وغيتسليد بعد الطاعة باش كيسيقول ربي، باش كيشكر ربي، وباش كيدعي ربي كاش من تقصير خلل من تلك الأعمال تسيقول ربي. ولهذا غدنا في بعض الأمثلة عند دين رب العالمين: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. بعد كل الأعمال الحج نشد رب العالمين: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد ما تخرج الطاعة استغفر ربي، بعد كل طاعة استغفار، بعد كل عمل صالح استغفار. مرات عديت تتوضات اتفكت الوضوء اللي شوتيني: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين. دعوت ربي غادي يقبل ربي وكيجعل ربي من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبعد الصلاة مرات فكت الصلاتين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر 3. بعد مرات فكت الصلاتين: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعد كل طاعة استغفار، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل رسالته أسميك فك المهمين يفك ربي وكنتي بالله إن ربي: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك بعد واستغفره إنه كان توابا. ابن عباس اللي يهضر به في الناس صورتين يفهم أنه يلحق أجل النبي عليه الصلاة والسلام. صورتين يفهم ابن عباس أنه قريب لجليس. إيوا شو؟ لأنه ربي بعد ذلك قرأ استغفر، كثر بالاستغفار، كثر بالتوبة. إذا يثنى نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، وأن لا يجعلنا من المحرومين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام ولا تجعلنا من المحرومين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.